اهلا وسهلا فيكم بالحلقه ال21 من رايدر سبورت بودكاست. ضيفنا اليوم مدرب سطع نجمه بخلال 3 سنين كان موجود فيها بالدوري اللبناني لكرة السلة. بلش مع أطلس وأنهى الموسم الحالي مع NSA بالمركز الثامن. معنا الكوتش جورج كوري. أهلا وسهلا فيك كوتش. هاي راغب، كيفك؟ مش الحال؟ كوتش، رح نبلش من الموسم الحالي. اوكي. الموسم الحالي كان متعب شوي كثير. كان متعب كتير لأنه كان عندك فريق بدك توصلوا على التارجت تبعه بإمكانيات شوي أقل من اللي لازم تكون معك ككوتش. بظروف اصعب اكثر من هي الامكانيات. الظروف كانت مش كثير راكبه يعني. الفريق مركب كان منيح، وعنده طموح، بس كانت ظروف كلها الفريق مش عم تزبط. كان في غيار مدربين، كان في غيار اجانب ما كانوا عم يتوفقوا بفتره الحرب على غزه، وهيك كان صار شوي صعب تجيب اجانب، كانت صارت اصعب شوي القصه، فما توفقوا باجانبهم. فظروف الفريق اذا بدك هي اللي كانت صعبه، وكان عندنا ميشن انه نقدر نفوت بالفاينل 8، والحمد لله قدرنا نعملها. ليش كانت صعبة انك تعمل تدير فريق بهيدي الظروف؟ هو الاصعب اول شيء لما انت تحضر، يعني تكون عم تدير فريق مش انت محضره، في جاب، يعني بتخسر بارت من تفكيرك، من فلسفتك باللعبه. قد ما تقدر تشتغل ديورينج ذا سيزون ما فيك تحطها، هي بتحطها بالاوف سيزون. بتحطها حتى من وقت الريكروتمنت، وقت ما انت عم تمضي لعيب تقعد معه تخبره شو الدور تبعه، تخبره شو بدك منه، تتركب هالبازل صح. انا ظروف السنه انه ركبت فريق ودربت فريق، ركبت الانترانيك بشكل، رحت على NSA. اللعيبه هيدا الجاب اللي بيني وبينهم رح تظلمهم بمطرح، ورح تظلمني بمطرح، لانه ما عندنا اذا بدك التحضير الكافي تنقدر نشتغل. بدك تمشي انت مع الوقت، سبق مع الوقت، جاي تحضر بس بعد 3 ايام عندك جيم. بدك تمشي بالموجود لتقدر تربح، بدك تطور حالك during the season. فصعبه بذات الوقت. وصلت للي بدك اياه، وصلت اللي بدك اياه بهيدي الفترة. يعني الموسم نسبيا عم بيكون شوي طويل، اذا فينا نقول منه كتير طويل ومنه قصير. قدرت تخلق هيدي الكيمستري بينك وبين لعيبتك وبين لعيبتك بين بعضهم؟ ليك طويل كجيمز، منه طويل كوقت طويل. بس هلا لما تفوت على النادي، اول شيء بدك تعمله انت بدك تعرف الاوبجيكتيف تبع الفريق، وبدك تحط قدامك انه انت في مشكله بدك تحلها. يعني انت الفريق كان عنده ظروف بدك تطلع منها، ما عندك حل غير تجرب تحط اللعيبه على نفس الموجه معك باسرع وقت ممكن. تجرب مثل يقولوا تختصر المسافه تروح. يعني حتى انت ككوتش مش مضطر ترضي حالك انه تقتنع بالباسكت اللي انت بدك اياه 100%، او تقتنع بالتفاصيل اللي انت بدك اياها. بدك تعمل الشيء الكافي لتقدر تربح متوشه، لتصلح المسار وترد الفريق على التارجت تبعه. لعيبه في كيمستري، جو النادي حلو، الاداره اصلا من معمول، يعني الاداره هن لعيبه باسكت، بيفهموا على اللعيبه، بيفهموا على الكوتش. هذا الشيء يمكن هين المهمه لنقدر دغري نرجلج. ويعني هيدي ظروف بتصير مثل ما بقولوا، بدك مهم تعرف تتاقلم معها بسرعه. هيدي تكون المدير تبعك انت عم بتدربه، يعني المسؤول عنك انت عم بتدربه. ليك مع نديم هينه ومش هينه. يعني هينه لانه صراحه نديم على الملعب ولا مره كان اكثر من لعيب، بكل صراحه. يعني الزلمه كان فهمان دوره وشايل هالبريشر عني، عكس ما بشوف انا شوي على السوشيال ميديا انه بيفكروا العالم انه الكوتش ما بيلعب نديم بفل، وهذا الشيء مش موجود. بحكيك اياها بصراحه. ما يعني شفناك ما عم تلعب يمكن انا فيلم حدا يعني مش رح يتغير هالحكي، هي ذاتها. اليوم نديم لعيب وعارف دوره انه انا لعيب، ونديم اصلا متواجد بالفريق على اصابه. نديم ممنوع يلعب، عنده ديسك بظهره، عنده مشاكل بركابه، هو موجود ليساعد. فهذا الشيء كان كيمستري انا وياه، وكنا مطرح ما عم نعوزه هي ديليفرد. يعني نديم اليوم ساعدنا كثير بجيم هوبس، يمكن هو اعطانا هيدي السبارك لنخلص بالاخر. جيم شانفيل وقفت على تب من نديم، لو فاتت معه كنا ربحنا جيم شانفيل اول جيم على نقطه. الشق الصعب هو انه نديم لعيب كبير، يعني الناس بتنسى شوي كمان انه نديم از جود بلاير، بيفهم باللعبه وكذا. فانت في حدك حدا بيفهم، يو هاف تو بي اب تو ذا ليفل. تعرف انه هذا الزلمه اخر النهار هو او خيو بديع او الاداره كلها بيفهموا باسكت. يعني بدك تقعد تحكي معهم باسكت، وبدك تكون انت عم تعرف تقنعهم بنظرتك، وبذات الوقت هن بيدعموك من هونيك ورايح، وبيقدموا لك ساعتها اذا بدك السبورت الكافي لتقدر تكفي. كنت اب تو ذا تشالنج، اذا فينا نقول للتارجت او للليفل اللي حاطينه نديم، لانه نديم نعرف يعني
عمل كتير تريننج وعمل كتير طلع على برا وهيك، كنت قد المطلوب اذا فينا نقول مع بالفريق؟ هذا السؤال لنديم مش لإلي، لا، بس انه انا بحكي نتائج، وبعرف بحكم علاقتي مع نديم وعلاقتي مع الاداره. نحن على علاقه بتعقد يعني ممتازه، مش معناتها نحن منطبطب لبعض او بالعكس، نحن اكثر شيء يمكن في بيناتنا ديبيتس، اوقات بتطلع الحراره بيناتنا قد ما بدك يعني، وبترجع بتنزل. هيلثي تكون هيك القصص. هيدا الصح يعني. اليوم بالنهايه الاداره لازم تواجهك، ولازم تحط عليك الضغط مطرح ما لازم تدعمك مطرح ما لازم، وانت كمدرب ما فيك تتخبى ورا انه دائما الحق على الاداره، دائما الحق على اللعيبه، بذات الوقت تعرف توصف الامور وتعرف تحط تارجتس. نحن حطينا اوبجكتيفز، هذا الشيء العلمي بطريقه شغلنا كان انه نحن عندنا اول اوبجكتيف عملناه، ثاني اوبجكتيف، ثالث اوبجكتيف لنوصل لنفوز على الفاينل 8. النتيجه هي اللي بتحكم انه وي وير اب تو ذا ليفل. الفريق كان بده يجلس، اي ثينك جلس، ما وصل لاحسن ليفل بوسيبل، كان في يلعب احسن من هيك الفريق. شو اللي كان ناقصه؟ هيدا اللي كنا عم نحكي، تحضير الكيمستري، اختيار الاجانب بالوقت معين. يعني اليوم نحن مثلا ضحينا بفايف مان يكون كثير ريم بروتكتور، يكون طويل، شوت بلوكر، يسكر لك سلتك. ضحينا فيها تنجيب فايف مان بيقدر يعطيني اذا بدك يكون عنده مرونه بلعبه، بيقدر يلعب من برا من جوا، يساعدني على الماتش اب. خسرت سايز، ربحت سكور بمطرح. هول كلهم بيصيروا صعبين، بصير انت مثل ما بيقولوا عم تجرب تعمل مولدينج، عم تجرب تعمل مولدينج قد ما فيك للوضع لتقدر توصل لاحسن شيء، وما بيهمك بالاخر غير النتيجه. يعني بدك تاخذ هالربح وتفل، ما بيهمك قديش وصلت البوتنشل او قد ايه وصلت. فبعتقد عملنا شغل منيح مقارنه بظروف، عملنا شغل منيح.